عمرك دخلت بيت شكله هادي بس تحس فيه بغربة؟ كل واحد في حاله وكل كلمة بتتحسب وكل نقاش بيقلب خناقة. البيت اللي المفروض يبقى أمان بقى مليان صمت أو صراخ. ازاي وصلنا لكده؟ الحقيقة إن سوء التواصل ما بين أفراد الأسرة بقى واحد من أكبر المشاكل اللي بتاكل في بيوتنا بهدوء. مش لازم يكون في صراخ علشان نفهم إن في مشكلة. أوقات الصمت المؤلم بيكون أوجع من أي صوت. كل ده بيحصل لأن الراجل راجع من الشغل تعبان والست مجهدة من مسؤولياتها والعيال حرفيا غرقانين في الموبايلات، وكل واحد بيهرب يا إما للموبايل يا إما للنوم يا إما للسكوت. الكلام بقى رسمي: كلت، هاتلي، نامت العيال. فين الكلام اللي من القلب؟ فين الضحك؟ فين الحكايات اللي كانت بتتقال على العشاء؟ ازاي وصلنا للمرحلة دي؟ وصلنا لها بسبب انشغالنا المستمر اللي بيخلينا ننسى نسأل عن بعض، والخوف من رد الفعل اللي بيخلينا نكتم كلام كتير جدا جوانا، وإننا كمان مبقناش نسمع لبعض، فده بيخلي كل حد فينا يحس إنه مش مهم. طب نحلها ازاي؟ على الأقل كل يوم خصص حتى لو 10 دقايق تسمع أو تتكلم من غير ما تقاطع. اسأل عن يوم ولادك، عن مراتك، اسألي عن جوزك، واسمعي الرد باهتمام. حاولوا تفتحوا مواضيع خفيفة حتى لو فيلم اتشاف أو أكلة جديدة. بلاش تحكموا على اللي بيتقال، اسمع وبس. ده في حد ذاته بيكون أمان. خدوا بالكم إن التواصل مش رفاهية، ده أساس أي علاقة، ومفيش علاقة بتعيش من غير كلام، من غير تفاهم، من غير مشاركة حقيقية. اللي بيتقال مهم، بس اللي مش بيتقال أخطر بكتير.